جالي بوكس كبير من شركه زي هاك، والشركه دي ماسكه توكيل سينما رايت وثلاث شركات تانيين، وكنت لسه حاضر ايفنت للشركه دي في مول البستان وشرفوني جدا كل اخواتي اللي حضروا. نيجي بقى نشوف البوكس الفخم ده. اول حاجه هلاقيها وهي نوت بوك، وهي بصراحه نضيفه جدا جدا ومعموله من الجلد الناعم، فانا هشيلها كتذكار مش هكتب فيها حاجه. وعندنا بعد كده فلاشه الكفر بتاعها برده بيكون من الجلد، وهي مساحتها 16 جيجا وبطيئه شويه، فهي بتستعمل بس انك تحط عليها قران وبستخدمها بعد كده، لكن مش بستعملها في نقل الملفات. وبعد كده هنلاقي عندنا ميداليه المفاتيح دي، والجزء اللي فوق ده بتقدر تشده وتلفه، فده عشان لو عايز تركبه في حزام البنطلون. وكل حاجه في البوكس مصنوعه من الجلد ومن المعدن. وعندنا بعد كده بقى القلم ده، وهو وزنه تقيل شويه عن الاقلام العاديه، ولو لفيت القلم السن بتاعه بيطلع. وكتبت على النوته اول حرف زد، البراند بتاعهم اوله زد وانا زوبعه، فهنمشيها مع بعض. وعندنا بعد كده بقى العلبه دي، انا في الحقيقه كنت فاكرها حاجه بتاعت سجاير، لكن هي طلعت بيزنس كارد ان احط فيها الكروت الشخصيه بتاعتي. وبعد كده بقى عندنا الازازه الجامده دي، وهي مهمتها ان هي تحفظ الميه الساقعه والمشروبات السخنه لوقت طويل. وعندنا بقى حاجه مهمه جدا وهو الباور بانك. الباور ده 10000 ملي امبير وبيشحن 66 واط، وموجود في العلبه الوصله بتاعته بتكون بمنفذ مايكرو. ولقيت برده وصله 3 في 1، ولما بستخدم الوصله اللوجو بتاع زي هاك بينور. بس لو ركبت وصله بتدعم الشحن السريع في الباور بانك هلاقي ظهرت علامه شحن باللون الاخضر، وده معناه ان الموبايل بتاعي بيشحن شحن سريع. دي كانت كل الهدايا اللي موجوده في العلبه، بس دول اكتر حاجتين انا عن نفسي كنت لسه هشتريهم. الاعمال بالنيات والله، وفي الاخر جول هديه. فشكرا جدا لشركه زي هاك على الهدايا دي. فالهدايا المعنويه اللي ما تتباعش بفلوس قيمتها اعلى بكتير من الهدايا الغاليه. وهسيب لكم رابط صفحه زي هاك عشان تتابعوا اي ايفنتات تانيه.